كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الحاسبات وعلوم البيانات أو كلية تكنولوجيا المعلومات أو كلية علوم الحاسب. لو أنت مهتم إنك تعرف كل حاجة عن كلية الحاسبات والمعلومات أو كمبيوتر ساينس، كمل الفيديو ده للآخر، لأن إن شاء الله كل سؤال ممكن يكون موجود في بالك هيتم إجابته في الفيديو ده وأكتر كمان بكتير. هنتكلم عن كل حاجة تخطر على بالك عن الكلية، هنتكلم على طبيعة الدراسة، هنتكلم على المواد، هنتكلم على طبيعة الشغل بعد التخرج إن شاء الله، هنتكلم برضو على الأقسام، هنتكلم عن حاجات كتير جدا. فلو انت مهتم انك تعرف كل حاجه عن الكليه دي دلوقتي ممكن تعمل سيف للفيديو ده، وما تنساش تبعت الفيديو لصاحبك او قريبك اللي مهتم انه يعرف كل حاجه عن كليه الحاسبات. اولا الف مبروك النجاح في الثانويه العامه، الف مبروك والحمد لله ان ربنا كرمك خلاص وطلعت منها على خير. وان شاء الله المرحله الجايه مرحله تانية خالص، مرحله ممتعه اكتر. المذاكره في الجامعه بتكون ممتعه جدا غير الثانويه تماما، يعني المذاكره بتكون مرنه شويه، بتكون براحتك، مفيش قيود، وخلاص انت ضمنت مستقبلك وضمنت الكليه بتاعتك، فدماغك بتكون اريح شويه في المذاكره. كليه الحاسبات والمعلومات هي عباره عن 4 سنين، وده اللي بيميزها عن كليه هندسه. كليه هندسه هي عباره عن 5 سنين، بيكون في سنه زياده اللي هي السنه الاعداديه. فلو انت حد حابب البرمجه والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها، يفضل طبعا ان انت تدخل كليه الحاسبات والمعلومات، لان انت بتوفر على نفسك سنه. والسنه اللي انت بتوفرها دي ممكن بقى تعمل فيها حاجات كتير جدا، ممكن تاخد كورسات، ممكن تتعلم في البيت، تتعلم لغه، تتعلم حاجات، تاخد تدريب في شركه، ممكن اصلا تشتغل، تخلص سنه الجيش بتاعتك. فالسنه دي انت فعلا اولى بيها. فلو انت حد مهتم بالبرمجه زي ما قلت لك والحاجات دي كلها، حرام انك تدخل هندسه وتاخد سنه زياده، لان كده كده كليه هندسه انت اول حاجه بتدخل اعدادي، بعدين بتبدا تتخصص قسم حاسبات. سنه تانية بقى اللي هي اللي انت المفروض تبقى في اولى حاسبات هندسه، نفس المواد تقريبا بنسبه 90% هي نفسها اللي في كليه حاسبات ومعلومات. بل بالعكس، يمكن كليه حاسبات المواد بتاعتها بتكون اكتر، وبتكون جديده اكتر، وبتكون ابديتد شويه في السوق، وموادها بتركز اكتر على السوفت وير. فنصيحتي ليك لو انت مهتم بالبرمجه والحاجات دي كلها، انك تدخل طبعا كليه الحاسبات والمعلومات. طيب حلو جدا، ندخل بقى اصلا كليه الحاسبات والمعلومات ازاي. لو انت ربنا كرمك وجبت تقدير الكليه وكنت علم رياضه تقدر تدخلها بسهوله جدا، ولو انت كنت علم علوم برضه تقدر تدخل الكليه، ولو انت بتدرس في الازهر تقدر بقى تدخل كليه هندسه، ومن كليه هندسه تدخل قسم حاسبات. للاسف مفيش في الازهر لحد دلوقتي كليه حاسبات ومعلومات، بس تقريبا هيكون في قريب ان شاء الله كليه حاسبات والمعلومات في الازهر. بس دلوقتي في الغالب انت بتدخل كليه هندسه، ومن كليه هندسه بتبدا تتخصص قسم حاسبات. طبعا انا مش محتاج اقول لك التكنولوجيا بقت داخله ازاي في كل جوانب حياتنا، داخله في الزراعه، في الصناعه، في التجاره، بقت داخله في كل حاجه تقريبا، في المجال الطبي، في المجال الهندسي. اي حاجه تخطر على بالك التكنولوجيا والبرمجه والذكاء الاصطناعي بقى داخل فيها بشكل كبير جدا. وكل دي حاجات بتدي لخريج كليه الحاسبات والمعلومات قيمه كبيره جدا، وبتدي له فرص عمل اكتر في التخرج، خصوصا بقى لو هو بيفكر في السفر، لان انت مجالات السفر مفتوحه لك بشكل كبير جدا. سواء بقى عايز تسافر امريكا، عايز تسافر اوروبا، عايز تسافر الخليج، قدامك فرص عمل كبيره جدا. وكمان لو انت مش عايز تسافر وعايز تخليك في مصر، في شركات في مصر مرتباتها محترمه جدا، بس طبعا لازم تكون مميز في مجالك، ولازم تكون مميز في البرمجه وفي الحاجات دي كلها. وهنعرف ازاي تكون مميز برضه في الفيديو ده ان شاء الله. يعني هنتكلم عن حاجات كتير جدا. زي ما قلنا من شويه ان كليه الحاسبات والمعلومات هي عباره عن 4 سنين دراسه. اول سنتين بيكونوا حاجه اسمها جنرال، بتبدا تدرس مواد عامه، ما بيكونش لسه فيه التخصص. التخصص عندنا بيبدا من السنه الثالثه. من السنه الثالثه بتبدا تختار التخصص اللي انت هتكمل فيه سنه ثالثه ورابعه. بس تعالوا دلوقتي الاول نتكلم على اول سنتين في الكليه، اللي هي سنه اولى وسنه ثانيه. سنه اولى هي تعتبر امتع واسهل واجمل سنه في الكليه كلها. وللاسف فعلا ناس كتير جدا ما بتستغلش السنه دي، بتحس ان الموضوع لسه صعب شويه في البدايه. المواد كلها طبعا بتبقى بالانجليزي، الدراسه في كليه الحاسبات كل المواد بتبقى بالانجليزي، بس الموضوع مش صعب زي ما انت فاهم، يعني الدنيا بتمشي وبتتعلم اكتر. المشكله بقى في سنه اولى ان الناس بتكون لسه طالعه من الثانويه العامه تعبانه شويه ولسه مش داخله في مود المذاكره وكده، وفجاه كده بتبدا الكليه، تلاقي نفسك الموضوع بيعدي كده اول اسبوع اسبوعين، تبدا بقى في كويزات، تبدا بقى في ميد ترمات، في حاجات، وتلاقي نفسك الدرجات بتطير منك. فعلا في ناس كتير جدا في سنه اولى ممكن يحصل لها دروب في ماده او اتنين يعني. فدي من السنوات المفروض فعلا الواحد يستغلها. هي اسهل سنه في الكليه عموما. فعايز اقول لك لو انت جبت تقدير كويس جدا في سنه اولى، ممكن بنسبه كبيره جدا تتعين معيد في الكليه فيما بعد، لو انت حابب ان انت تكمل في المجال الاكاديمي. طيب ايه بقى هي المواد اللي انت بتدرسها في سنه اولى؟ شوف، سنه اولى وثانيه عموما بتبدا تدرس الفاندامنتالز بتاعه مجال البرمجه عموما، تبدا تدرس مفاهيم اساسيه. يعني مثلا عندك في اول سنه تبدا تدرس ماده اسمها بروجرامنج اللي هي البرمجه، تفهم بقى اساسيات البرمجه، تفهم يعني ايه مثلا فاريبلز او متغيرات، يعني ايه فانكشنز، يعني ايه لوبس، يعني ايه اف كونديشنز، تبدا بقى تكتب كود وبتاخد الحاجات دي في اللابات. وطبعا الكليه بتاعتنا كليه عمليه، فمعظم المواد بيكون فيها مشاريع بتعملها، والمشاريع دي بيكون عليها درجات كتير جدا. علشان كده بقول لك سنه اولى بالذات
لازم ان انت من اول يوم في الكليه تكون واخد الموضوع بجد، لان انت فعلا الموضوع اسبوع اسبوعين كده بتلاقي الموضوع فلت منك وبيضيع منك درجات كتير ملهاش اول من اخر، لمجرد ان انت بس ايه مش فايق كده. المهم ان انت في ماده البرمجه بتدرس اساسيات البرمجه زي ما قلنا، وبتختلف من كليه للتانيه بقى لغه البرمجه. يعني في كليات بتدرس الاساسيات بلغه بايثون، في كليات تانيه بتدرس بلغه الجافا، بالسي بلس بلس، بالسي شارب. ايا كانت اللغه مش هتفرق، كل دي اساسيات. بس انت اهم حاجه ان انت تركز في الماده دي بالذات، لان ده اللي مبني عليه كل حاجه في الكليه. عايز اقول لك سنه اولى في ناس بتكون فاهمه ان في مواد مش مهمه، يعني مثلا من المواد اللي انت التانيه هتاخدها هتاخد فيزياء. ناس كتير جدا بتقول لك الفيزياء مش مهمه، انا واحد بتاع حاسبات وبتاع برمجه، ايه اللي يخليني ادرس فيزياء؟ بس ما يعرفوش ان الفيزياء هي اساس حاجات كتير جدا مهمه في المجال. الفيزياء مهمه جدا لو انت في المستقبل عايز تتعلم حاجه زي الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحاجات دي كلها. الفيزياء مهمه جدا لو انت عايز تتعلم حاجات زي الجرافيكس والجيم ديفلوبمنت، ان انت عايز تعمل لعبه، عايز مثلا تعمل لعبه زي ببجي، عايز تعمل لعبه زي فورتنايت، زي البيس، زي الفيفا. في المستقبل لو انت عايز تعمل حاجه زي كده لازم تكون دارس فيزياء كويس جدا. فما تسمعش كلام اي حد يقول لك على اي ماده في الكليه. مفيش ماده في الكليه كلها انت هتدرسها مش مهمه، كل مواد الكليه مهمه جدا جدا جدا. واي معلومه ولو قد كده انت درستها صدقني فيما بعد بتفرق معاك بشكل انت ما تتخيله. بتدرس ماده تانية برضو اسمها Introduction to Computer Science او مقدمه في علوم الحاسب. دي بقى اللي بتعرفك كل حاجه عن الكمبيوتر، تبدا تعرف يعني ايه كمبيوتر اصلا، ايه هي اجزاء الكمبيوتر، طيب ايه الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير، طيب ازاي اصلا الكمبيوتر بيشتغل، ايه هي مكونات الكمبيوتر من جوه، فرق ما بين الرام والروم، يعني ايه سي بي يو، يعني ايه هارد ديسك، وتفهم اصلا يعني ايه برنامج والبرنامج بيتكتب ازاي، ويعرفوك يعني ايه لغه برمجه. تدرس الانظمه العدديه، لان احنا الكمبيوتر، الجهاز الكمبيوتر ده مش بيفهم غير لغه الصفر والواحد اللي هي اشارات رقميه. انت بقى كمبرمج اكيد طبعا مش هتعرف تكتب لغه الصفر والواحد، لانها لغه معقده جدا، وانت صعب ان انت تكلم الكمبيوتر باللغه دي. يعرفوك بقى حاجه اسمها كومبايلر، تبدا تدرس حاجه اسمها كومبايلر، وتفهم السايكل دي لما بتكتب كود ايه اللي بيحصل. حاجات ممتعه جدا جدا حقيقي. والواحد فعلا والله بيتندم، ولو يرجع بيه الزمن وكان حد يفهمه قد ايه المواد دي مهمه وقد ايه كل حرف في المواد دي مهمه. خدت التجربه دي فعلا وشفت ان سنه اولى من اسهل واجمل السنوات في الكليه كلها. بس فعلا الواحد لازم يديها اهتمام، لانها هي اللي بتاثر على باقي السنوات. لو انت في سنه اولى كنت تعبان ومش مهتم ومش مركز، والله لو قعدت تعمل ايه من سنه تانية وثالثه ورابعه الموضوع بالنسبه لك هيبقى صعب، ويبقى في حاجات كتير جدا في الاساسيات انت فقدتها وزمايلك هيكونوا سابقينك. وعلشان تعوض الموضوع ده هيكون صعب جدا، ولازم تاخد كورسات ودورات وحاجات كبيره. فصدقني كل ماده، كل حرف بتاخده في سنه اولى هو مهم جدا جدا جدا. والفيزياء اللي انت بتدرسها هي تقريبا 90% من الفيزياء اللي انت درستها في الثانويه العامه، نفس الفيزياء بالظبط، اللي هي الفيزياء الكهربائيه والمحولات والحاجات دي كلها. بتدرس ماده تانية اسمها الكترونكس او لوجيك ديزاين او ديسكريت ماثيماتكس. ماده الالكترونكس دي شبه الفيزياء برضو شويه، شبه الفيزياء الكهربائيه. تدرس بقى ماده اسمها الديسكريت ماثيماتكس او لوجيك ديزاين، تبدا بقى تعرف البوابات المنطقيه اللي هي الاند والاور والاكس اور والحاجات دي كلها. مش عارف انت فاهمني ولا لا، بس انا حابب بس اعرفك على المواد اللي موجوده في الكليه. طبعا كل ماده زي ما قلت لك ماده مهمه جدا، ومش هقعد اشرح لك اقول لك هي ليه مهمه. بس انت خلال باقي السنين في الكليه هتلاقي في مواد تانية بتدرسها، ايه ده المعلومه دي انا كنت فاكرها قبل كده. فعلشان كده انت لازم تركز في كل نقطه تاخدها، لان فعلا كل نقطه بتؤثر فيما بعد على مواد تانية وعلى حاجات تانية وحاجات هتقابلها في شغلك في المستقبل. فلازم تركز في كل نقطه. وبرضه بتدرس probability و statistics اللي هي الاحتمالات والاحصاء، وده اساس مجال علوم البيانات. لو انت في المستقبل حابب ان انت تدخل مجال علوم البيانات او مجال تحليل البيانات او حتى مجال الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والاي اي والحاجات دي كلها، عايز اقول لك ان المجالات دي كلها مبنيه على الاحصاء. الحاجات اللي انت بتكون شايفها، الاحتمالات وارقاء حجر نرد والحاجات اللي انت شايفها دي كلها، الحاجات دي كلها هي اساس المجال اللي انت شايفه اللي لامم العالم ده كله. الضجه اللي معموله حوالين الاي اي وحوالين الماشين ليرنينج والديتا ساينس والحاجات دي كلها اساسها الاحصاء. بس انت ما بتكونش عارف الكلام ده في البدايه. يعني انت بتكون بتدرس احصاء في الكليه بس انت مش فاهم انت بتعمل الكلام ده ليه، القاء حجر نرد ده هيفيدني في ايه. فيما بعد بقى لما تدخل سنه ثالثه او سنه رابعه او تحتك بقى بكورسات خارجيه او تسمع ناس بتتكلم، هتعرف ان الاحصاء هي اساس الحاجات دي كلها. ففكره ان انت تهتم من الاول بالاحصاء وتحل مسائل وتعرف يعني ايه احصاء وتفهم المبادئ، كل ده بيساعدك بشكل انت ما تتخيلوش في المستقبل. وبرضه في سنه اولى بتدرس انجليزي، شويه اساسيات كده في الانجليزي، ماده كده عاديه خلاص. بس بمناسبه الانجليزي عايز اقول لك ان اساس الكليه بتاعتنا الانجليزي. لازم تهتم بالانجليزي بتاعك كويس جدا جدا جدا. شركات كبيره جدا هنا في مصر وشركات كتير جدا ما بتقبلش الناس ومش بتاخدهم لمجرد ان مستواهم عادي، او عايز اقول لك متوسط شويه في الانجليزي. لازم تكون شاطر جدا في الانجليزي، لازم تكون بتعرف تتكلم، بتعرف تسمع كويس جدا، بتعرف ان انت تشرح او تعبر عن حاجه معينه، تشرح كود، تتكلم بالانجليزي وانت مرتاح. وده الكليه مش بتقدمه لك، الكليه بس بتديك ماده كده معينه وخلاص. انت بقى بتبدا تطور من نفسك، تروح مراكز تعليميه، تبدا تدرس اونلاين، ايا كان. المهم ان انت لازم تطور في الانجليزي بتاعك،
لان انت لو عايز تشتغل في شركات عالميه، لو انت عايز تسافر، لو انت عايز تشتغل هنا في مصر في شركات محترمه، لازم تركز في الانجليزي. كده انت خلاص ربنا كرمك وخلصت سنه اولى، وان شاء الله تكون جبت تقدير كويس جدا. فهمت بقى يعني ايه برمجه، فهمت اساسيات البرمجه، فهمت يعني ايه كود، ويعني ايه تعرف تكتب كود او تعرف تكتب برنامج صغير، تعرف تكتب برنامج بيعمل حاجه معينه، لعبه معينه، حاجه بسيطه، تعرف تكتب برنامج بيعمل آلة حاسبه. ايا كان البرنامج اللي انت تكتبه، برنامج بسيط معين، بتدخل بقى سنه تانية تحسن من البرنامج بتاعك ده، تبدا تحسن في الكود. فبتدرس مواد زي الالجوريثمز والداتا ستراكشرز والاوبجكت اورينتد بروجرامينج. الثلاث مواد دول عايز اقول لك دول حياه او موت، دول اهم ثلاث مواد في الكليه كلها. الجوريثمز او خوارزميات، الداتا ستراكشرز او هياكل البيانات، الاوبجكت اورينتد بروجرامينج او البرمجه الشيئيه او البرمجه كائنيه التوقع. دول اهم ثلاث مواد في الكليه. عايز اقول لك الشركات الكبيره اللي زي جوجل ومايكروسوفت وامازون، الشركات دي كلها لو انت حد عارف الثلاث مواد دول بس كويس جدا جدا جدا، تقدر تشتغل في الكليات دي. المواد دي طبعا مش سهله قوي زي ما انت فاهم، لا عايزه مجهود كبير، وعايزه تنفست بطاقه كبيره وتبذل طاقه وتبذل جهد علشان تقدر تذاكر المواد دي بشكل كويس. وما تعتمدش في الكليه بس على المواد دي، لا شوف بقى كورسات اونلاين، تقدر تاخد كورسات بره، اتشقلب اعمل اي حاجه، بس الثلاث مواد دول ما يعدوش منك الا لما تكون فاهمهم كويس جدا جدا جدا. بتدرس برضه في سنه تانية حاجات زي الداتابيزز او قواعد البيانات، حاجات زي الاوبريتنج سيستمز او انظمه التشغيل. تبدا بقى تعرف والكمبيوتر شغال كده، مثلا لو انت فاتح متصفح، ايه اللي بيحصل في الباك جراوند في نظام التشغيل نفسه. طب ايه الفرق ما بين الماك والويندوز والاي او اس والاندرويد والحاجات دي كلها، هما بيتعاملوا اصلا مع البرامج ازاي. طيب يعني ايه بروسيس، يعني ايه ثريد، حاجات كده تفاصيل كتير جدا. وده اللي بيبين الفرق ما بين مهندس البرمجيات وما بين المبرمج، الشخص اللي هو مجرد بيكتب كود. مهندس البرمجيات حد فاهم ايه اللي بيحصل، حد فاهم كل حاجه في الكود بتاعه في البروجرام، حد فاهم كل حاجه في الكمبيوتر، حد دماغه عاليه فيها معلومات كتير جدا. انما الشخص اللي مجرد اخد برمجه بره في كورسات وحاجه، بيختلف تماما عن خريج حاسبات ومعلومات. خريج كليه حاسبات ومعلومات لو هو حد فعلا درس المواد اللي اخدها في الكليه، والله ده حد الشركات هتدور عليه بالحلاوه. عايز اقول لك ان عدد الناس دي اللي موجودين قليل جدا جدا جدا. في الاف او يكاد يكون ملايين تقريبا بيدخلوا كليات الحاسبات والمعلومات، بس الناس اللي منهم تستحق الشغل، او الناس اللي هم بيروحوا شركات محترمه، عدد قليل جدا جدا من الناس. وهم دول بس اللي بيكونوا مهتمين بالاساسيات. الحاجات البسيطه اللي انت شايفها في الكليه في البدايه هي دي اللي بتأهلك للشركات المحترمه. دلوقتي انت خلاص ربنا كرمك وخلصت سنه تانية، بقيت فاهم حاجات كتير في البرمجه، بقيت عارف يعني ايه برمجه، يعني ايه برنامج، يعني ايه قاعده بيانات، يعني ايه خوارزميه، يعني ايه هياكل البيانات. الحاجات دي كلها انت تفهمها بعدين ان شاء الله. بس اقصد اقول لك ان انت خلاص بقيت حد فاهم شويه في المجال. ممكن بقى في اللحظه دي، الفتره اللي هي ما بين سنه تانية وما بين سنه ثالثه، تدور على شركات تتدرب فيها، وتبدا بقى تهتم اكتر بالسوفت سكيلز والمهارات الناعمه. تبدا تعرف يعني ايه تواصل، يعني ايه تكلم الناس اصلا، يعني ايه تعرف تتكلم قدام الناس، يعني ايه تعمل برزنتيشن. تبدا تتعلم الحاجات دي كلها، وكل دي مهارات انت هتتعلمها بسهوله لو انت رحت في شركه تتدرب. هتعلمك الحاجات دي كلها، انت بنفسك هتعرف الحاجات دي مع الوقت، وهتتعلمها مع الوقت اثناء تدريبك في الشركه. دلوقتي جت المرحله المهمه، احنا بقى عندنا سنه ثالثه وسنه رابعه. التخصص عندنا في الكليه بيبدا من سنه ثالثه، احنا بنتخصص من اول سنه ثالثه. وهنا بقى قدامك تخصصات كتير جدا. موضوع التخصص ده فيه كلام كتير شويه، لان احنا عندنا الكليه مختلفه شويه غير باقي الكليات. يعني كليه حاسبات غير كليه هندسه، ما ينفعش مهندس مدني فيما بعد يعمل شيفت كارير ويشتغل مهندس معماري، او يشتغل مثلا مهندس كيميائي او حاجه معينه. ما ينفعش مثلا دكتور يكون دكتور عيون يعمل شيفت كارير وفيما بعد يغير شغله ويشتغل دكتور اسنان، لا مفيش الكلام ده. انما احنا عندنا في الكليه التخصص مش بيؤثر قوي على سوق العمل، او مش بيؤثر اطلاقا على سوق العمل. ايا كان التخصص او القسم اللي انت هتختاره في الكليه، تقدر تشتغل اي شغلانه ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس والبرمجه والحاسبات والحاجات دي كلها. من التخصصات اللي موجوده عندنا في الكليه، اشهر قسم في الكليه كلها وهو اللي اسمه سي اس او كمبيوتر ساينس. في قسم تاني اسمه اي اس او انفورميشن سيستم. في قسم ثالث اسمه اي تي او انفورميشن تكنولوجي. دول اشهر ثلاث اقسام موجودين في كليه الحاسبات والمعلومات. في بقى اقسام تانية خاصه بتكون مدفوعه شويه او بفلوس، زي السوفت وير انجينيرنج. في اقسام تانية زي السايبر سيكيورتي، في اقسام زي الداتا ساينس، زي الاي اي. حاجات كتير جدا ملهاش اول من اخر. طبعا انا مش هقعد اكلمك عن كل قسم وايه المواد اللي انت بتدرسها في كل قسم، لان انت مش هتكون محتار في اختيار القسم، دي حاجه مش هتكون محتار فيها خالص. امتى بقى مش هتكون محتار؟ لو انت ركزت كويس جدا في سنه اولى وسنه تانية، وجربت المواد كلها وذاكرت المواد كلها وعملت مشاريع والحاجات دي كلها، انت بنفسك خلال الفتره دي بقيت عارف شغفك متجه لفين. هل انت دلوقتي حابب مجال الداتا والبيانات والحاجات دي كلها، ولا هل انت مهتم بمجال البرمجه بقى، وان انت تعمل برامج، وان انت تهتم بقى بالسوفت وير والكواليتي بتاع السوفت وير، ولا هل انت شخص مهتم بالانظمه، ازاي تعمل اي ار بي سيستم، ازاي تعمل نظام كبير زي امازون، ازاي تعمل ابلكيشن كبير جدا. كل الحاجات دي هي عباره عن اقسام مختلفه عندنا في الكليه.
فانت لما بتطلع من سنه تانية بتكون فاهم انت ميولك رايحه فين بالظبط، فبتعرف تختار القسم الصحيح. طيب حلو جدا، خلاص ربنا كرمني ودخلت القسم اللي انا حابه، والحمد لله جبت تقدير كويس في سنه ثالثه، وجبت تقدير كويس في سنه رابعه، والحمد لله اتخرجت. بعد التخرج بقى انا هبدا اشتغل ايه؟ ايه الشغلانه اللي انا هشتغلها؟ ولا هشتغل في قطاع حكومي ولا قطاع خاص؟ ولا هشتغل في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل في المستقبل؟ ممكن تحكي لنا شويه؟ شوف، انا لو قعدت احكي لك عن الوظائف المتاحه لخريجين كليه الحاسبات والمعلومات من النهارده لبكره والله مش هكمل. كميه وظائف ملهاش اول من اخر. يعني تعالوا كده شويه كده نتكلم عن حاجات بسيطه. المواقع الالكترونيه اللي موجوده، اي موقع الكتروني، المواقع الالكترونيه اللي موجوده دي ده تخصص لوحده، وداخل التخصص ده في كميه وظائف ملهاش اول من اخر. يعني مثلا في حاجه اسمها الفرونت اند ديفلوبر، اللي هو مصمم الواجهات الاماميه للمواقع الالكترونيه. في حاجه تانية اسمها باك اند ديفلوبر او باك اند ويب ديفلوبر. في حاجه تانية اسمها فول ستاك ديفلوبر. في حاجه رابعه اسمها يو اكس ويو اي ديزاين. ادي دول كده اربع حاجات. خلينا الاول في الفرونت اند والباك اند والفول ستاك. الثلاثه دول داخل كل واحده منهم في بقى تكنولوجيز كتيره جدا. يعني في الفرونت اند في ناس بتشتغل بلغات برمجه معينه وفريم وركس معينه، نفس الكلام في الباك اند، نفس الكلام في الفول ستاك. فدول كده الشويه اللي احنا قلناهم دول فيهم كميه وظائف ملهاش اول من اخر. طيب انت شخص مش عايز تعمل مواقع، عايز تعمل تطبيقات على الموبايل. حلو جدا، هنا برضو نبدا نتفرع. هل انت عايز تعمل التطبيق ده على الايفون، ولا عايز تعمله على الاندرويد، ولا عايز التطبيق ده يكون على كل الانظمه بقى، ايفون اندرويد ايا كان النظام ده؟ دول برضو شويه تخصصات مختلفه. لو انت عايز تعمل على الاندرويد ده تخصص او دي شغلانه، لو انت عايز تعمل على الايفون دي شغلانه تانية، لو انت عايز تعمل حاجه كروس بلاتفورم على كل الانظمه دي شغلانه ثالثه. ده كده بس في التطبيقات. طيب لو انت بقى عايز تعمل تطبيقات على الديسكتوب او الكمبيوترات واللابات، ده تخصص تاني. طيب لو انت عايز تشتغل في مجال البيانات، علوم البيانات والحاجات دي، ده بقى فيه تخصصات كتيره جدا. في حاجه اسمها محلل بيانات او داتا اناليست، في حاجه اسمها الداتا ساينتست، في حاجه اسمها الداتا انجينير، دي تخصصات. في حاجه اسمها الماشين ليرنينج انجينير، في حاجه اسمها الاي اي انجينير، دي برضه تخصصات في مجال الداتا ومجال الاي اي. طيب لو انت شخص اهتماماتك شويه بالشبكات وبالانترنت والحاجات دي، ده برضه تخصص وعالم تاني لوحده. في حاجه اسمها بقى تشتغل في النتوركينج، في التكنيكال سبورت، تشتغل في السايبر سيكيورتي، تشتغل في الايثيكال هاكينج، تشتغل في حاجات كتير جدا جدا جدا. كل تخصص من دول، يعني لو انا قلت لك النتوركينج دي جواها حوالي مثلا 50 60 70 شغلانه، الداتا والحاجات دي جواها 15 20 شغلانه او جواها 15 20 وظيفه. فالوظائف في مجالنا ما بتخلصش. هي الفكره كلها ان انت من سنه تانية تكون محدد المجال اللي انت عايزه، تكون بقى جربت وعرفت ونزلت تدريب واتمرمطت شويه وعرفت حاجات كتير عن المجال، فتبدا تختار ايه المجال اللي انت حابب تكمل فيه. هل حابب تكمل في الداتا، حابب تكمل في الويب، في الموبايل ابلكيشن، وتدرس بقى مجال بعينه او تدرس تكنولوجي بعينها، وتكون جاهز ان انت ان شاء الله اول ما تتخرج تقدر تدخل السوق. اما بالنسبه للمرتبات، فالمرتبات في مجالنا فعلا ما شاء الله كويسه جدا. يعني عايز اقول لك الفريش جراديويتس او الناس اللي لسه متخرجه جديد يكاد يكون اعلى مرتب فيهم هو مرتب خريج كليه الحاسبات والمعلومات. وكمان لو انت عايز تسافر، المرتبات ما شاء الله كويسه جدا في الخليج وفي اوروبا وفي امريكا. فبالنسبه للمرتبات هي تكاد تكون المرتبات الاعلى بالنسبه لكل الخريجين. يعني خريج كليه حاسبات مرتبه اعلى من خريج هندسه، من خريج طب، من خريج اسنان، من خريج كل الكليات اللي موجوده. بس ده في حاله ان هو شخص تعب على نفسه، شخص ذاكر كويس، شخص بذل مجهود كبير جدا خلال سنوات الكليه في كورسات واهتمام بنفسه وبالسيلف ستادي، وان هو يتعلم ويصرف على عقله كويس جدا. حاجه تانية على كليه الحاسبات والمعلومات احنا بنسميها كليه السيلف ستادي او كليه الدراسه الذاتيه. من اول يوم بتدخل في الكليه وانت علاقتك بتزيد جدا مع ده كده بيكون كل حياتك. اول يوم بتدخل فيه الكليه انت خلاص بتبقى شخص في نفسك كده دايما، بتلبس شنطه كده لابسها على ظهرك 24 ساعه، ماشي باللابتوب بتاعك في كل حته، في الشارع، رايح عند صاحبك، رايح عند اهلك، رايح تبات بره، رايح مسافر مهاجر، رايح اي حته، الشنطه مش بتفارق ظهرك. فعلشان تبقى مميز في المجال ده لازم تهتم بنفسك وبدراستك بشكل كبير جدا، لازم تهتم بالكورسات الخارجيه اللي انت تاخدها، لازم تهتم بالانجليزي، لازم تطور نفسك في الانجليزي بشكل كبير جدا، تبدا بقى تاخد كورسات في مراكز. وطبعا الكلام ده انت هتعرفه وانت في الكليه. مع اني والله لا ارشح اي مركز كورسات موجود في مصر كلها، في كورسات كبيره جدا موجوده اونلاين ممكن تتعلم منها، وكمان الكورسات دي كلها بتكون بالانجليزي، فانت بتطور من نفسك وبتطور من اللغه بتاعتك. فانا نصيحتي ليك ان انت تبدا تاخد الكورسات الاونلاين، تتعلم اونلاين، تتعلم في تاخد شهادات كبيره. مجالنا كله مجال شهادات، فزي ما قلت لك مجالنا هو مش مجرد الكليه بس، لا الكليه ده جزء من مجالنا وجزء مهم جدا لازم تهتم بيه، اوعى تهمل الكليه. وفي نفس الوقت لازم تكون على درايه بالسوق، هي الدنيا بره فيها ايه، هي ايه التكنولوجيز او التقنيات اللي موجوده دلوقتي، العالم بيتكلم على ايه. طب ايه اشهر الشركات اللي موجوده في البرمجه في المنطقه مثلا في مصر او في الشرق الاوسط؟ ايه الشركه اللي انت نفسك تدخلها؟ تعرف بقى اسئله الانترفيوز اللي موجوده في الشركات. الكلام ده كله تعرفه وانت في الكليه. طبعا الكلام ده اللي هيعرفه لك شويه بقى كورسات بره زي ما قلت لك، سواء بقى هتروح تاخد في مراكز محترمه
او سواء انت هتدرس اونلاين ايا كان. بس زي ما قلت لك ان مجالنا هو مجال سيلف ستادي، هتفضل تدرس وتذاكر مع نفسك. يعني الدكاتره والجامعه والحاجات دي كلها ممكن تديك 20% او اقل من اللي انت المفروض تاخده، ال 80% الباقي دي عليك انت. انت بنفسك بقى المفروض تبحث وتدور وتاخد كورسات وتشوف هنا وتشوف هنا. علشان كده بيبقى عليك لود شويه. والناس اللي ملهاش في السيلف ستادي دي ناس ما تنفعش للكليه دي. يعني الشخص اللي عايز حد يديله كل المعلومات، هو بقى اللي يشربه المعلومه كده في معلقه ويديها له، ده شخص ما ينفعش في الكليه دي. لان الكليه دي انت هتتعب جدا علشان تلاقي المعلومه، هتدور في اكتر من مكان، وفي تكنولوجيز وحاجات جديده مش بيكون لسه ليها ماتيريال انت عايز تتعلمها، فهتضطر تقرا من كتب. فعلشان كده لازم تستثمر في نفسك وفي وقتك، ولازم تاخد كورسات وتهتم بالمهارات خلال فتره الكليه، علشان لما تتخرج ان شاء الله تكون جاهز لسوق العمل، وتكون جاهز ان انت تشتغل في شركات محترمه.